وبإيه يفيد الجمال لو عشت بيه مجروح؟ دي حكاية الايفون اير. الناس بتسأل ليه اشتري تليفون اغلى من الايفون 17 وفيه امكانيات اقل، وليه اشتري برضه تليفون مش ارخص بكتير من الايفون 17 برو وفيه امكانيات اقل واقل. التليفون ده يعني غير ما كنت متوقع بصراحة، هو حلو جدا يعني كيوزر اكسبيرينس، خفيف جدا، مريح في المسكة، الشاشة كبيرة وحلوة. يعني هم للأسف السنة دي شالوا الايفون 17 اللي هو كان هيبقى بلس، خلوه اير. يعني الاير ده حاجة كده جديدة وممكن تكون يعني مستفزة لبعض الناس، يعني اللي كانوا عايزين يشتروا تليفون 17 عادي بس بشاشة كبيرة، او للناس اللي كانت عايزه ايفون 17 برو بس ببريميوم ماتيريالز. فدي حاجه ممكن تضايق بعض الناس السنه دي اللي كانوا عايزين ايفون برو ببريميوم ماتيريالز، لان احنا دايما متعودين ان الايفون برو هو افضل حاجه من ناحيه الكواليتي والامكانيات. احنا عارفين السنه دي ان ال 17 برو معمول من الالومنيوم، وللاسف مش افضل حاجه كبيلد كواليتي. وابل اعترفت برضو بنفسها ان الايفون اير هو احسن او موست ديورابل ايفون حصل في التاريخ. ففي الفيديو ده مش هخش في تفاصيل كتير عن امكانيات التليفون، لكن احكي لكم عن تجربتي مع الايفون اير، وهل فعلا يستاهل الثمن ده، هل يستاهل فعلا ان انت تضحي بالايفون 17 برو وتنزل للايفون اير، او تكمل شويه من الايفون 17 وتجيب الاير بشاشه اكبر وبريميوم ماتيريالز. خليني الاول احكي لكم عن نقط ضعف الايفون اير. اول حاجه السبيكر، احنا عندنا سماعه واحده بس اماميه، وبصراحه هي مش وحشه لو تتفرج على انستجرام كونتنت، تيك توك والكلام ده كله، يعني صوتها واضح وجميل جدا، ويمكن احسن من الايفون 13 برو اللي بقاله معايا 4 سنين. لكن لو بتحب تتفرج على فيديوهات لاندسكيب، تتفرج على افلام يوتيوب، هتحس ان في حاجه ناقصه. يعني ده كان زمان قوي لما كانت التليفونات بتبقى بسماعه واحده، لكن مش دي البريكر. تاني حاجه البطاريه في الايفون اير اقل طبعا من الايفون 17 برو، لكن في الحقيقه هي مش وحشه خالص زي ما الناس بتقول وكنا متوقعين، والناس كانت خايفه لا ده التليفون رفيع هتبقى البطاريه في النازل. لكن لا، على سبيل المثال بدأت اليوم ب 90%، يعني قضيت يجي ساعتين على السوشيال ميديا، ساعة يوتيوب، اديتنج، جيمنج، نافيجيشن برضو بالجي بي اس. وفي وسط اليوم وصلت ل 45%، على اخر الليل وصلت لتقريبا 10%. فده شيء كويس جدا. فانت لو نورمال يوزر وما بتعملش جيمنج كتير، لكن يا باشا لو انت هتستخدم جي بي اس اليوم كله وموبايل داتا بقى وجيمنج والكلام ده، لا الايفون اير مش ليك. الايفون اير معمول للنورمال داي يوز، هيقضيك مرتاح يوم كامل. وحابب برضه اذكر ان ما استخدمتش الادابتيف باور مود، استخدمته زي ما هو كده عشان اشوف فعلا البطاريه هتقعد اليوم كله ولا لا. تالت عيب في الايفون اير وهي الكاميرا، عندنا كاميرا واحده بس بدل كاميرتين في الايفون 17 او 3 كاميرات في الايفون 17 برو. هنا عندنا برضو نفس الكاميرا اللي موجوده في بقيه السلسله، ال 48 ميجا بكسل، بتصور صور حلوه جدا بالليل بالنهار، 1 اكس و 2 اكس، فهي كاميرا ممتازه. طبعا ده مش برو فون فما فيش امكانيه ان انت تصور صور رو، لكن لو انت هتصور يومياتك بشكل بسيط فالكاميرا دي مش وحشه. انا بصراحه مش من محبين الالترا وايد انجل كاميرا اللي هي العدسه الواسعه، ما بستخدمهاش الا فين وفين. اللي فارق معايا بصراحه هي التيليفوتو لينس، انا من محبين التيليفوتو فوتوغرافي، بحب الصور الزوم بتدي عمق كده، فدي مش موجوده للاسف في الايفون اير. فدي حاجه بقى انت حسب ليك في الفوتوغرافي قوي او لا. الايفون ده مناسب لحد عايز تليفون ببريميوم ماتيريالز، الشاشه كبيره، خفيف، يعني بتحس بفرق من لما بتمسك الايفون 17 لفتره وبعد كده ترجع لده، تحس لا فرق، ان خفيف وشاشه مريحه جدا للعين. التليفون ده كمان مناسب لشخص عنده مثلا بروفيشنال كاميرا وما بيستخدمش كاميرا التليفون قوي، والباتري لايف زي ما قلت مش وحش، هيقضيك اليوم كامل. فالناس اللي كانت بتفكر تشتري برو موديل ايفون بس مش محتاجه كل الامكانيات اللي فيه وعايزه بريميوم ماتيريالز، فهو ده التليفون. او لشخص عايز حاجه ما بين ال 6.3 انش كحجم شاشه و 6.9 انش، فده ممتاز جدا. طبعا التليفون بيسخن شويه، لكن في نفس الوقت يعني هو بيسخن في الحته اللي فوق دي اللي بيسموها البلاتو، فما بتحسش قوي بالحراره. كنت اتمنى ان ابل كانت كملت بالتيتانيوم في البرو موديل، وكنت اتمنى برضو نفس الالوان اللي تبقى موجوده في الاير كانت تبقى موجوده في البرو، لكن هم عايزين يخلوا الناس تشتري الاير اتجاه البريميوم. وبرضو نفس الحكايه اللي كانوا عايزين يشتروا ايفون 17 بلس، لا برضو دول
يخليهم يشتروا ايفون اير. فهي ابل حيرتنا السنه دي شويه باللاين اب ده، لكن لو انت بروفيشنال هات البرو، لو انت شخص عادي هات الايفون 17، لو عايز حاجه بريميوم ومش محتاج كل الامكانيات الخطيره دي هات الاير وهتستمتع جدا. انا بصراحه شايف ان الايفون اير خطوه جميله جدا من الابل وحاجه جديده بصراحه، واستنوا سنتين ثلاثه وهيبقى في تطور جامد في الباتري لايف والكاميرا كمان. اعتقد زي ما عملوا سنتر ستيج للسيلفي كاميرا هيعملوها برضو للمين سنسور، يعني ده حسب توقعاتي، يعني مفيش اي اشاعه او اي دليل، لكن ليه لا ما يعملوش مين سنسور يكون مربع يديك مثلا الترا وايد انجل كاميرا ومين كاميرا في نفس الوقت. فممكن في المستقبل يكون في كاميرا اللي هي 3 في 1 بدل اللي زي ما بنقول دلوقتي 2 في 1 ال1 اكس وال2 اكس. يعني شوية توقعات كده، لكن بصراحة كجيل أول هو يعني تليفون سوليد جدا. فلو معاك مثلا ايفون 13 14 لو عملت ابجريد للايفون اير فدي يعني ابجريد محترمه جدا. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم. انا بالنسبه لي الايفون اير مش ليا، انا حابب اصور بالتليفوتو كاميرا وحابب طبعا اصور رو والكلام ده كله. يعملوا ايفون اير برو بقى في المستقبل ان شاء الله، بس انتظروا حلاوه الروح. الايفون 17 برو ريفيو قريبا، محتاج اتعمق فيه شويه قبل ما اعمل ريفيو. يعني ده تليفون حلو بصراحه، في كلام كتير عنه. بس اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.